بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. يلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك من عند أهم حاجة عندنا في الفيديو ده، ألا وهي مباراة نادي الزمالك اليوم أمام وادي دجلة. مباراة مهمة جدا جدا، خصوصا بعد تعثر الحصالة الحمراء بالأمس أمام بيراميدز والخسارة 2-0. طبعا نادي الزمالك اليوم لو فاز في المباراة فهتبقى ضربة موجعة للغريم التقليدي. انت دلوقتي رصيده هو متوقف عند 5 نقاط، عند 5 نقاط يا باشا. انت تقدر دلوقتي ان انت تستغل فرصة وادي دجلة، فريق ضعيف مع احترامنا الكامل بالنسبة او مقارنة بالزمالك فنيا، فانت تقدر تركب الدوري تتصدر من بدايته. انت هتبقى فرق بينك ما بينه. انت لو فزت المباراة دي باذن الله، باذن الله الفوز يكون صالح الملكي، وفزت المباراة تبقى 13 نقطة. فرق بينك ما بينه يا باشا 8 نقاط. 8 نقاط فرق، يعني تبقى فرق ممتاز جدا جدا. فكل التوفيق للملكي باذن الله، واتمنى توقع لي مباراة الزمالك ووادي دجلة في الكومنتات. كمان خلينا نتكلم معاك بالنسبة لي خبر موجع ومؤلم لكل الجمهور الزملكاوي، وتغيرات في تشكيل نادي الزمالك. إصابة محمد شحاتة بشد خفيف كده، بشد عضلي، والراجل تم استبعاده من المباراة، وبإذن الله يكون جاهز للمباراة، أو مش هيكون جاهز لمعسكر منتخب مصر حال عدم شفائه يوم غدا بإذن الله. يعني لو بكرة محمد شحاتة، النهارده يوم المباراة، بكرة لو محمد شحاتة الشد العضلي ده ما تمش الشفاء، فالراجل مش هيتم استدعائه لمنتخب مصر، لان القائمه هيتم اعلانها غدا باذن الله. فده بالنسبة لمحمد شحاتة. كمان خلينا نتكلم معاك بالنسبة للناس اللي هتعوض او الناس اللي انضمت لقائمة نادي الزمالك، هلا وهم استدعاء احمد حمدي والمهدي سليمان لاول مرة مع نادي الزمالك، كمان عودة محمد السيد لقائمة نادي الزمالك اليوم. وعلى الارجح يعني كده او كده محمد السيد هيكون بديلا لمحمد شحاتة في مباراة اليوم امام وادي دجلة. خلينا اتكلم معاك بالنسبة للامور المهمة جدا جدا وريمونتادا تجديد احمد حمدي مع نادي الزمالك. خليني اقول لك ان في اخر الجلسات ما بين جون ادوارد واحمد حمدي في اخر تدريب لنادي الزمالك، احمد حمدي تاكد تماما ان الزمالك هو يعني اكبر وجهه حاليا يجدد ليه، او اكبر حاجه حاليا هو شغال عليها. الراجل احمد حمدي ابلغ جون ادوارد في الجلسه ان انا هحط بند المشاركه في العقد. والله الناس وافقت، انا ماشي ما عنديش اي مشاكل. ما وافقتش فانا هشوف لي نادي تاني العب فيه. احمد حمدي اشترط المشاركه في التجديد مع نادي الزمالك، يعني هيحط بند المشاركة عشان يجدد مع نادي الزمالك. وجون ادوارد يعني تعهد للراجل انه يعني في حال فترته مع نادي الزمالك ووجوده مع نادي الزمالك واحمد حمدي يكون موجود، فانت هتشارك لو انا موجود. انا مش موجود فبقى مش هقدر اتعهد ليك بحاجه. والراجل احمد حمدي موافق على كل البنود والامور الاخرى، وجون ادوارد راضى الراجل ماديا. فده بالنسبه لاحمد حمدي. خلينا نتكلم معاك بالنسبه لتطورات عبد القادر نادي الزمالك. خلاص يعني كلنا سمعنا خلال الفترة اللي فاتت ان وصل عرض ايطالي لاحمد حمدي، والاهلي رفض العرض واللاعب موافق. ولكن في مفاجأة مؤلمة ومدوية بعد ما الاهلي يعني غض النظر عن اللاعب في فكرة تقديم شكوى ضده، احمد عبد القادر قرر الاستئناف في رفع قضية للفيفا وفسخ عقده مع الأهلي. الراجل امبارح كان عنده جلسة عاجلة مع محاميه، والراجل خلص كامل الملف كامل، وهيتم رفعه قضية ضد الفيفا. فكده أحمد عبد القادر جاب نهايته، جاب نهايته. يعني انت لا بتشاركه ولا حتى بينزل تدريبات مع زمايله ولا اي حاجه. فانت الراجل كده يعني تخليني انا كده اعطن بالمعنى البلدي. ما يعني الراجل جاب نهايته وهيرفع قضية ضد الاهلي ويفسخ عقده. كمان خلينا نتكلم معاك بالنسبة ليه محمد السيد وجون ادوارد ينهي تجديد محمد السيد. جلسة لحسم مصير محمد السيد مع نادي الزمالك خلاص خلصت رسميا موعد الجلسة. جون ادوارد اكد على موعد الجلسة مع اللاعب ووالده ووكيله. الجلسة هتكون بعد مباراة وادي دجلة مباشرة. نادي الزمالك خلص العقود ولكن لسه منتظرين التوقيع الرسمي للاعب. خليني اقول لك ان جون ادوارد انهى اتفاقاته مع محمد السيد، والراجل كان بيعرض كل الامور اللي بيتم مناقشتها معاه على وكيله ووالده. فهنشوف الجلسة دي اللاعب هيوقع رسمي مع الزمالك ولا مش هيوقع رسمي. خليني اقول لك بنسبة 60% محمد السيد زملكاوي. محمد السيد زملكاوي
بعد ما ان نادي الزمالك قرر ارضاء محمد السيد ماديا. وعندي علم ان محمد السيد هيتقاضى في الموسم الواحد مبلغ محترم جدا جدا مقارنة بالمبلغ اللي هو كان عايزه. يعني الزمالك حاول انه يساوي المبلغين، ولكن يعني الزمالك تصرف في بعض الاعلانات للراجل مش عارف ايه. لا، الزمالك يعني هيرضي لاعب ماديا. فده بالنسبه لمحمد السيد. كمان خلينا نتكلم معاك بالنسبه لبعض الاهلاويه اللي امبارح اتكلموا ان جوميز جاي الاهلي. خلينا اقول لك مصدر مؤكد يعني بنسبه مليار المية من احد الناس المقربين من جوزيه جوميز داخل مصر. قال لك المصدر ده واكد لنا ان حاليا لم تحدث اي مفاوضات ما بين الاهلي وجوزيه جوميز، وده بسبب الشرط الجزائي المرتفع للراجل. ده بيبلغ 950 ألف دولار. 950 ألف دولار. كمان خلينا نتكلم معاك بالنسبة إن نادي الفتح السعودي قرر تجديد عقد جوزيه جوميز لمدة موسم واحد، لينتهي عقد الراجل في 2027 ونهاية عام 2027. فمن الصعب حاليا إن جوزيه جوميز يأتي للأهلي. دي كل الأخبار والتفاصيل اللي معانا. أتمنى في البداية في النهاية لايك وشير وصلي على حبيبك وشفيعك يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.